كان ما في الكويت إلا أنت وسط الكويت، وطيفك ما يرويني غلا ويشبعه. يا خير اللي بقالي بالجفا وش لقيت غيرها كالسراب اللي عجزت اتبعه. يوم كلك على عرش الغرام استويت، جيت كلي واخذت من الغلا منبعه. كن ما في الكويت إلا أنت وسط الكويت، طيفك مر يرويني غلا واشبعه. كانك اللي على الفرقة صملت ونويت، مد شوفك وخايل والجهات أربعة. ولا أنا لا بغيت أسلى غلاك ونسيت، قلت يا قلب من يرخص غرامك معه. كن ما في الكويت إلا أنت وسط الكويت، طيفك مر يرويني غلا واشبعه. والله إني على ظنك مثل ما هقيت، ماني اللي ليامن رحت رهن اصبعه. شوف حالك وانا اللي بالجفا ما نويت، صاحبك لو غيابك طالي ما يسبعه. كن ما في الكويت إلا أنت وسط الكويت، طيفك مر يرويني غلا واشبعه. كن ما في الكويت إلا أنت وسط الكويت، طيفك مر. اليوم ختامها مسك مع الجميل والمبدع والمتألق، شفتوه واحنا سمعناه قبل الهوى وابو الفاصل واحنا طالعين هوا وانتم قاعدين تشوفون. اطربنا وامتعنا، احنا ما ودنا نسال ولا ودنا نتكلم، ودنا بس يمتعكم مثل ما امتع الجميع الامانه من خلال التواصل الاجتماعي وطلاته القليله بوسائل الاعلام. يمكن الكثير عنده في هذا الجانب تحفظ على هذا الموضوع. نشوف شنو ارائهم، شنو افكارهم المستقبليه، شنو عندهم، هل ممكن تكون امسيات خاصه بالشيلات في المستقبل، شنو طبعا الشيلات ما شاء الله اليوم يقول لك اللي صوته جميل وصاحب شيلات خلاص صار الحين ما شاء الله، الله يرزقهم ويزيدهم وان شاء الله نشوف الخير ما شاء الله يهل عليهم، عسى الله يبارك لهم. لكن اليوم احنا عندنا الخير الكثير مع المنشد الجميل والمبدع عبد الله الطواري. مساك الله بالخير اخوي عبد الله. مساك الله بالنور، يعطيك العافيه واشكركم على هذه الاستضافه، ما هي غريبه عليكم يا تلفزيون الراي، اشكركم كل الشكر واتمنى اني اقدم ما ينال على اعجابكم واعجاب الساده المشاهدين خلف الشاشات. حياك الله وهلا مرحبا فيك. يقولون اليوم هذا الخط وخط الشيلات ان صاحبه ما شاء الله اليوم مرتاح ماديا، صدق هالكلام ولا؟ لا يعتمد، ما له علاقه، يعتمد هو. طيب طبعا مسي عليك المنشد عبد الله، وسمعنا صوتك ما شاء الله صوت فعلا مميز. لكن بداية بنتكلم ان سبب تسميتك بصوت الكويت، تكلمنا عن سبب هالتسميه. ما في سبب، يعني صوت الكويت لما يطلق من قبل جماهير فالالقاب كلها جميله يعني، والانسان يفتخر يعني الالقاب، واتمنى ان شاء الله ان بالعكس هذا اللقب يزيدني اصرار وتحمل وان اكون على قدر المسؤوليه. من يطلق عليك هذا اللقب؟ من الجماهير، من متابعين، من محبين. فانا اتشرف بجميع الالقاب، يعني قلتها مرارا وتكرارا، انا اتشرف بجميع الالقاب. لكن القريب الى قلبك؟ كل الالقاب، صوت الكويت بالعكس كل من يطمح له يا ابو. انت ما تبي تزعل احد من لقبوك الظاهر. لا ما كلهم على عيني وراسي. طيب عبد الله، خلينا نتكلم اليوم بصراحه، اليوم الانشاد وعالم الانشاد وسائل التواصل الاجتماعي خدمت المنشد. انت كم سنه صار لك بالانشاد تحديدا؟ يعني انطلقت قررت انك انت تنشد والناس تشوفك وتعرفك وتسمعك. ما تجاوزت السنتين. السنتين ما تجاوزتها. لكن صوتك من متى اكتشفت ان صوتك جميل وان الصوت هذا لازم يوظف في شيء معين؟ هذا من زمان يعني، من عمري تقريبا 11 سنه
بس اتخذت قراري متاخر يعني. الاسباب؟ ماكو اسباب يا اخي، اشغال الدنيا وهذا، واخر شيء فكرت واخذت رايي اني اتوجه للانشاد والاعلام. البعض يرى بان كان هناك نوعا ما خجل اجتماعي خلينا نقولها، لكن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم ساعدت بان الانسان يكسر هذا الحاجز، خلاص الناس اعتادت وصارت تسمع، وصار الشيء هذا مش غريب وصار في متناول الجميع، وانه عادي الانسان يطلع ويقول له شيء له بصوته يطلع، بينما السابق كان في حاجز اجتماعي نوعا ما. متى صحة هذا الكلام؟ بالنسبه لشنو اللي تغير؟ المبررات يعني الشخص يقول انا ما طلعت وما ابي اطلع وكذا، كان في السابق في حواجز اجتماعيه، اليوم الكل اصبح يطرق هذا الباب وصار شيء عادي وطبيعي، فما في مشكله انا ادش مع هذه المجموعه والتميز الافضل. هل هذا الكلام صحيح ولا ما له علاقه؟ تقريبا الكلام هذا في نوع من الصحه بس مو صحيح يعني بالكامل، مع احترامي لك طبعا هذا كلام الناس من يقول فانت عطنا الصحيح وعطنا المش صحيح. من طلع الانستغرام وتويتر صاروا المنشدين والشعراء بكثره، يعني بعدد هايل. يعني انت لو تشيك على الفلاورز اللي عندك او انك انت اللي ضايفهم تلقى بالقليل 36 ل 37 شاعر. بالعكس ما غير يعني، هم قبل فيه بس انه الاعلام صار اوبن، انفتح اكثر، سلط الضوء يعني على الشعراء وساعدهم انه يبرزون مواهبهم. انت تقدر تطلع في الاعلام وانت في بيتكم، تطلع في الانستغرام بمقطع وينتشر وخلاص. هذا هل هذا كافي للمنشد او لاي شخص متميز في شيء معين؟ هل ترى بان وسائل التواصل الاجتماعي اليوم كافيه عليه هذا الشيء؟ لا والله انا من وجهه نظري انه مو مشكله، بس كانتشار اكبر يبقى القنوات الفضائيه النصيب الاكبر. يعني الانستغرام انا مو مشكله يتبعوني 10,000 فلنفرض 10,000 راح يشوفوني، كم بيزيد الفلاورز عندك بمعدل طبيعي كل يوم، عدد بسيط بس فرق لما انت تطلع في لقاء في قناه فضائيه، هذا يكون بحد ذاته دعايه يعني اكبر من الانستغرام. نعم. طبعا المنشد عبد الله، انا ودي اسالك، كونك يعني تنشد الشيله وصوتك مميز فيها ايضا، تحس نفسك انك الافضل بين المنشدين ولا ان تحس ان في افضل منك؟ وشنو اللي يميزك عن غيرك؟ والله انا استشهد في بيت للشاعر القدير ياسر التويجري، يقول ما كنت في الصف الاول امام ما عاد تفرق معي لو صرت قبل الاخير. فانا دائما كل انسان يطمح ويهقى في نفسه. صحيح. وان شاء الله ان يكون على قدر المسؤوليه. نعم. سمع الناس شيء، شنو تختار لهم؟ في عندي قصيده للشاعر عبد الرحمن بن مديع، وهو معروف في الساحه الشعريه من الهامات الشعريه. هذه قصيده وشلتها واتمنى انها تنال اعجابكم. طبعا انا ما عندي مشكله في الحفظ فحبيت اني اجيب معاي ورقه. هذه تقول: تذعذع لساني سال الهوى والحمام ينوح، وانا كاظم العبرات والدمع في عيني، ينقض علي جروح قلبي حمام الدوح، يغني على فالاه وصوته يبكيني، وغنى حمام الورد يثر على المجروح، وانا اللي جرحني واحد كان يغليني، بعد ما بنيت من الغلا والغرام صروح، جفاني وكان بالجفيا يجازيني، وانا ودي اني سامع منه قبل يروح، يوضح لي اسباب القطيعه وتكفيني. سلامتكم. صح لسانك، صح لسانك، صح صوتك، بارك الله فيك. الله يجزاك خير. اليوم المنشد هل يكتفي بالقصائد اللي توصل له فقط، وانه يطلبون منه الشعراء ابي كانت تنشدها بصوتك؟ من اعتقاد من الشاعر بان صوته هذا الجميل راح يوصل هذه القصيده. كذلك في شعراء الغنائيين انه يعطيها الفنان الفلاني، هذا الفنان راح يوصل قصيدتي للناس، راح يوصل هذه الكلمات للناس. اليوم انت كمنشد هل تشوف طلب المنشد، الطلب على المنشد اكبر، ام ان المنشد اللي يطلب القصيده المميزه اكبر؟ لا، اللي منتشر حاليا ان اتوقع ان الشاعر يستعين في المنشد. الشاعر يستعين في المنشد اكثر من ما يحتاج الفنان، لان القصايد اللي يشيلهن المنشد قصايد نبطيه موزونه. البحر الغنائي له طبعا، هذه في خبره الشعراء يمكن يوضحوا لك اكثر فيها، انها ما في التزام عندهم اعتقد في القافيه والوزن
فلا بالعكس الشاعر يحتاج المنشد وانا قلتها في اكثر من لقاء ان هم اثنين مكملين لبعض، لكن في الوقت الحالي انا اشوف ان الشيلات قاعد تشهر القصيده بشكل اكبر. اذا الشاعر اليوم هو في حاجه المنشد وليس المنشد هو اللي يحتاج القصيده من الشاعر. لا اثنين هم مكملين لبعض. لما انا سمعك قصيده الحين عد، يعني لو اقول لك على سبيل المثال القصيده هذه الذعذع نساني سلهى والحمام ينوح وانا كاظم العبرات والدمع في عيني، تسمعها قصيده فيها جزاله ونص قوي لا شك، لكن لما تغنى بلحن تطرق لها طرق أحلى وأفضل، تصبح اجمل وافضل. نعم. فاتوقع انا من وجهه نظري ان الشاعر يحتاج المنشد اكثر مما هو يحتاج الى الفنان. احنا راح نسمع عبد الله بعد من يعني الانشودات اللي انت تميز فيها، احنا يعني نطمع ان نسمع اكثر لان فعلا صوتك مميز وانا ودي اسمع اكثر، لكن مشاهدينا ناخذ الفاصل سريع عقبها نرد مع ضيفنا بالاستديو. طبعا قبل الفاصل وعدت مشاهدينا راح تقدم لهم شيله الحين بصوتك، فشنو حاب تسمع اللي يتابعونا الحين؟ والله المشاهدين يستاهلون حقيقه كل خير، لكن عندي ابيات للشاعر مسي عليه بالخير سعود ربيع. هذه تقول: يا قلي ما راح غالي ودمعت عيني ويا كثر من طاح من عيني ولا بكاني الا انت يلي بكف رضاك معطيني وجزاك مني خطاي وزلة لساني تكفى لي يا مات غيره لا تعزيني إلا على موت أبوي وموت عماني. سلامتكم يا رب. صح لسانك صح لسانك، والله مشكلة أنتم يا المنشدين والله، يعني تهيضون اللي ما يتهيض على قولتهم. فبارك الله فيكم. اليوم عبد الله يحرص من الناس اللي تحرص على انه يبحث عن القصيده المميزه ويحاول انه يفوز بانشاد هذه القصيده، ام هي القصيده اللي تبحث عن عبد الله اللي يهمك بالدرجه الاولى شنو؟ لا والله اللي يهمني اول شيء الجزاله في النص، يعني في بعض القصايد يا اخي من تقراها قويه، نص يعني فيه من الصور الفنيه، فيه من الابداع، فتقول لو تكملها بشيله وتختار لها لحن فجمال على جمال فمصيبه. يعني قدمت لك قصائد لا ترقى الى المستوى انت ترفضها؟ على حساب نفسي انا ما جامل. ايه ترفضها. في قصائد شدتك ورحت طلبت من شاعرها اني انا ابنشد هذه القصيده؟ ايه في البدايه في قصايد كثيره شدتني للامانه، وما في مانع اني استاذن من شاعرها. نعم. وانا للعلم ما شلت من اول بدايتي ما شلت قصيده في حياتي لم استاذن من شاعرها، سواء يكون تنسيق بين باتصاله علي او اني اتصالي عليه، لكن كاشوف قوه النص واشيله لا. لمرتني قصايد عابره شعراء واجد والله ما تحضرني اسمائهم قويه في النص، يعني مجرد ما تعدها حلوه، فما بالك لما تنشدها وتختار لها لحن جميل. لا لكن لازم تستاذن من شاعرها. طبيعي هذا من الضروري. مرات تعجبك ودك انك تنزلها تنشدها. لا ما هو صح، هذه سلعه ملك صاحبها. نعم. ممكن ما يوافق. لكن في بعض المنشدين يعني لهم اصوات مميزه ايضا بالساحه، فهل تسمع لبعض المنشدين ولا بس انها تسمع حق صوتك، ولا في البعض اللي ياثر عليك وودك بس تسمع يعني انشودته بصوته؟ لا والله في منشدين للامانه واجد كثر مبدعين يعني. مثلا عطنا مثال. وخاصه والله ما تحضرني اسماء، بس انه يعني في احد اللقاءات اجريتها مع المنشد والصديق والمبدع لا شك مهنا العتيبي، وهو من الاصوات الجميله، وفي غيره والله منشدين واكثرهم تحديدا في المملكه العربيه السعوديه للامانه. جميل. بما انك ذكرت المنشد مهنا العتيبي، يسعدنا يكون معنا عبر الاتصال الهاتفي مهنا العتيبي من المملكه العربيه السعوديه. مساك الله بالخير. يلا ان شاء الله مره ثانيه الاخوان راح يتصلون عليك اخوي مهنا وتكون معنا على الهواء. اليوم ابرز الشعراء اللي تعاملت معاهم عبد الله؟ والله كثر، يعني الشاعر المبدع محمد جار الله السهلي، والشاعر سعد صالح المطرفي، والشاعر عبد الكريم الجباري، والشاعر فلاح سعود العازمي، والشاعر سالم الجويس. لو بذكر لك ما خلص، كلهم نعم. عزيزين وغالين، وافتخر بكل من انشدت كلماته، لان في النهايه وثق فيني لما اعطيك كلماتي وتنشدها ممكن انك تخربها. بعض الكلمات تكون القصيده قويه وفيها دلالات،
واضحة وجميلة ياخذها المنشد للأسف الشديد، وقلة من المنشدين طبعا يختار لها لحن ربما ما يوفق فيه. نعم طبعا. راشد من شوي سألك سؤال، قال لك إذا يعني في أحد أنت ودك حق شاعر تاخذ الشعر وتنشده وتسوي شيله بصوتك، تستأذن ولا لا؟ ذكرت انه لازم تستأذن، وقال لك راشد اذا انت صحيح. يعني خلص بخاطرك قلت لا لازم استأذن. زين العكس، في حال احد خذ انشودتك ويعني عرضها عنده ولا يعني خذاها انسبها حق نفسه، شلون تعامل معه؟ بالعكس هذه صارت معي يعني نعم. في شيلة لي في فبراير الماضي الحمد لله لقت قبول وعرضت في جميع مدارس وزارة التربية. باستئذانك ولا من غير استئذانك؟ لا والله في منهم من يستأذن وفي منهم، فطبيعي هذا الشيء للوطن أقدم أتمنى أن ينتشر. أنا قلت في لقاء أذكر برنامج إذاعي كانت معانا الشيخة فريحة مسي عليها بالخير، قلت أتمنى اللي أبعد من ذلك، أتمنى غير الإذاعة تعرض في القنوات الفضائية. الحمد لله عرضت في الإذاعة وفي القنوات وفي المدارس جميل. في كل مكان. جميل. خلينا ناخذ أخونا مهنا العتيبي من المملكة العربية السعودية. مساك الله بالخير أخوي مهنا. مرحبا ومسهلا، مساء الخير قناة الراي والجمهور الراي وعليك وعلى ضيفكم صوت الكويت. اهلا وسهلا فيك وحياك الله. وما قصر بحقك اخونا عبد الله، يعني كان يتمنى ان الوقت يكون اطول ويعطيك حقك ومستحقك في هذا المجال وهذا المقام. اليوم مهنا العتيبي شنو يقول حق زميله واخوه عبد الله الطواري؟ اخوي عبد الله الطواري وافي ولا يجي منها قصور، ومسي عليكم مره ثانيه. وعبد الله الطواري من الاصوات الجميله اللي تشرفت بمعرفتها قبل تقريبا شهرين في زياره لدوله الكويت. نعم. صوت قادم وعز الله ان اللي سماها بصوت الكويت إن قادم بقوه، يعني قادم بقوه اكيد. عبد الله الطواري قال لنا اذا كلمتم مهنا العتيبي اطلبوا منه شيله. شنو تختار لنا؟ بنسمع شيلات من شيلاتك المميزه. وش تامرون فيه؟ احنا حاضرين. ما يمر عليك ظالم، اللي تختاره. سم. تخويت انا وياك يا الخاطر المشغول، يا سلام. ولا مالي تبعدني ولا قدار تدنيني، على خاطري سربا طواريت وتنجول، ابي منه معروضه سلامه يدعي، وانا من سهر عيني فحشيت تعب الطول، اقول الكلام اللي لعله يسلي. يا سلام. يا سلام. يا سلام. فوق روس الرجال حمول، لو ان الرجال مع شدايد ويني. ما شاء الله، احسنت احسنت احسنت. ما يسمعني مهنا. ولو ما الشباب مجهول ودري قلب العلماء تداري، ودري يا قلب العلماء تداري. يا سلام. احسنت احسنت اخوي مهنا بيض الله العتيبي، وجهك بارك الله فيك. وان شاء الله باقرب فرصه تكون موجود معنا هنا على الهواء ان شاء الله في تلفزيون الراي برنامج رسائل. انت شرف فيكم. بارك الله فيك. حابب تقول شيء بالختام؟ اشكركم واشكر القناه واشكر اخوي عبد الله اللي فتح الفرصه وخلنا نتشرف معرفتكم والاتصال والمداخله، وبالتوفيق. ويا قناه الراي ويا اهل الكويت، عبد الله يحتاج الى دعم لانه يحمل لقب ان شاء الله نجدير فيه. الله يجزاك خير يا بارك الله فيك. بارك الله فيك. حلا وغلا. واليوم اكبر دعم لاخونا عبد الله وتواجده بالتاكيد معانا يستحقه. انت من وضعت نفسك بهذه المكانه من خلال جهدك المبذول في هذا المجال، وجهدك واضح وبشهاده زملائك جميعا في هذا المجال. الله يرحم والديك. الان الشوده او الشيله اللي انتشرت في مدارس الكويت وانت فرحان في انتشارها لازم يكون في تنازل، لكن انت ما عندك اي اشكاليه في هذا الموضوع، نبي نسمعها. في البدايه هي من كلمات الشاعر سداح العتيبي، وسداح دائما اللي انا وياه صولات وجولات نمسي عليه بالخير. هذه تقول: افرحي يا ديرة العز في ظل الصباح الكويت الغالية، نحتفل بأعيادها
لابسه 25 فبراير وشح 26 تاريخ فك قيادها. كلنا بعد وحضر ربع وقلوب صحاح، كل فتنة تشتعل ميتة بمهادها. إلى آخر القصيدة عاد. نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. الله يبارك. احسنت طبعاً صوت مميز ما شاء الله عليك. ودنا الصراحه الوقت ما يخلص يا روان ها. بالضبط، انا ما ودي اختم الحلقه الله لان يجزاك فعلا خير. صوت مميز، لكن تقريبا احنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. فشنو حاب تقول حق كل شخص الحين يتابع مسائي ويتابعك؟ أقول لهم كلهم دعواتكم وأنا مستمر، وأتمنى أن من أطلق علي صوت الكويت فعلا هذا يزيدني إصرار، وإني أتمنى أن يكون على قدر المسؤولية، وإني ما يعني الشعر أخذه مثل ما هو شعر، أنشده ويصبح شعر مغنى وأجمل. موفق ان شاء الله. بكلمه، في حرب بينكم انتم يا المنشدين؟ اي او لا؟ في حروب بينكم؟ في أنا عن نفسي لا. انت مع منشدين بشكل عام في حروب بينكم؟ في كل مكان. جميل. عبد الله الطواري، كل الشكر لك قبولك هذه الدعوه، موفق ان شاء الله. احنا نبي نختم مع مشاهدينا انا وزميلتي روان، لكن ان شاء الله مع شيله من شيلاتك تختارها ويطلع معاه الختام. معنا مخرجنا استاذ عصام. مشاهدينا نقول لكم تصبحون على امن وامان وصحه بالابدان. تقبلوا تحياتي وتحيات روان. عندك شيء تشكرين روان والله ولا؟ اشكر كل اللي يتابعونا واشكر فريق العمل يعني على هالبرنامج المميز، انه يعطيهم الف عافيه اللي خلف الكواليس. وايضا اقول لكم تصبحون على خير، اجازه ويكند سعيده، ونروح لضيفنا. ختامنا راح يكون مع عبد الله الطواري. شنو تختار بالختام؟ ومعك تفضل. أقول تنسيتها لا شاكمة النساء منيف هنوف غلاها شال قلبي معلاقة. أحاول ما يشغلني هواها ولا أدري كيف تجني طواريها من الباب للطاقة. صدق من يقول الذاكرة مثل حد السيف تمزع خلايا المخ وتسبب رهاقة. أحاول ما يشغلني هواها ولا أدري كيف تجني طواريها من الباب للطاقة. تنسيتها لا شاكمة النساء منيف